في حلقة مين ضيع البيعة كنا بنشخص المشكلة، شفنا من خلال مواقف عبد الله وعمرو وحلا إن البيعة ممكن تضيع من أكتر من مكان، ممكن تضيع من الإعلان، ممكن تضيع من الفورمة، ممكن تضيع من التتبع، ممكن تضيع من المتابعة، ممكن تضيع ببساطة لأن مفيش سيستم واضح بيربط بين التسويق والمبيعات، ولأن التشخيص لوحده مش كفاية. احنا النهاردة بنبدأ خطة الحل مع بعض، والخطة دي مش أداة واحدة، احنا بنتكلم عن سيستم تسويق عقاري كامل. هنبدأ الأول بمصادر العميل المدفوعة، يعني جوجل ادز وميتا ادز. بعد كده هندخل على التتبع جوجل اناليتكس وجي تي ام، عشان نعرف بقى فلوس الحملة راحت فين، اتصرفت في ايه، وجابت ايه. وبعدها نبدأ نبني العميل الأورجانيك من خلال الاس اي او، من خلال الاي اي. وده ليه؟ عشان مع الوقت اعتمادنا على الإعلانات المدفوعة يبدأ يقل. وفي الآخر هنتعلم ازاي نستخدم الايميل ماركتينج عشان نحافظ على العميل ونعيد استهدافه مرة واتنين وتلاتة. يعني من الآخر احنا مش بنرمي إعلان ونستنى البيع يحصل لوحده، احنا بنبني طريق يمشي عليه العميل من أول ما يشوفنا لحد ما يفهمنا، لحد ما يسيب بياناته، لحد ما السيلز يقدر يتابعه ويبقى عميل مؤهل وواخد قرار الشراء. وعشان ناس كتير لسه بتتعرف على القناة وعلى طريقة شغل ستيت ايديو، قررت ان اول مرحلتين من الخطة ميتا ادز وجوجل ادز ينزلوا مجانا بالكامل على القناة، من غير ما نقص حاجة، من غير ما نخبي اساسيات. عايزك تشوف بنفسك احنا بنفكر ازاي قبل ما نضغط على اي زرار، ازاي نفهم العميل، ازاي نختار الهدف، ازاي نبني الرسالة، ازاي نجهز الفورمة، ازاي نطلع ليدز مؤهل يقدر السيلز يتابعه بكل وضوح. اما عن مراحل التتبع والاي اي والاس اي او والايميل ماركتنج فهي مراحل متقدمة في بناء السيستم، مش لانها اهم من الاعلانات، بالعكس، لكن لانها محتاجة تطبيق اوسع، محتاجة ربط بين اكتر من اداة، محتاجة نشتغل عملي على بيانات ومتابعة ونتائج. وعشان كده مكانها الطبيعي لازم يكون جوه الأكاديمية. لكن النهاردة هنبدأ بأول خطوة، إعلانات ميتا المخصصة للعقارات. احنا مش داخلين نتعلم خطوات، احنا داخلين نفهم المنطق اللي ورا كل خطوة الأول. يعني إيه؟ ليه نختار الهدف ده؟ ليه نكتب الرسالة بالشكل ده؟ ليه نسأل العميل أسئلة معينة في الفورمة؟ وليه السيلز لازم يستلم العميل بطريقة واضحة، وده هيترتب عليه ايه للشركة كلها. يعني الكورس مش هدفه يخليك تضغط صح وبس، هدفه يخليك تفكر صح الأول قبل ما تضغط أي زرار. فلو انت بقى صاحب شركة عقارية أو مسوق عقاري أو سيلز أو لسه بتبتدي في التسويق العقاري، تابع السلسلة دي من أولها. تابع بقى القناة، اشترك في القناة، فعل الجرس، لأن كل حلقة هتتبنى على اللي قبلها. لو انت بقى لسه بتبتدي من الصفر خالص، انا عامل لك صفحة خاصة باساسيات التسويق العقاري، هتلاقي الرابط بتاعها في الوصف تحت. ابدأ بقى منها وامشي معايا خطوة بخطوة، وبفضل الله مع الالتزام والتطبيق هتلاقي نفسك مش حافظ ادوات وخلاص، هتلاقي نفسك فاهم سيستم التسويق الرقمي العقاري بشكل مختلف.